الناحية الاقتصادية تجي تنافس انت اقوى اقتصاد في العالم العربي اللي هو الاقتصاد السعودي، تريليون مليار دولار والزيادة. الامارات 700 مليار دولار سنويا عندهم الدخل القومي تاع السعودية تريليون و100 ولا 200 مليار، والامارات 700 مليار. الجزائر احنا في 200 مليار، ما عندنا واش نصدروا احنا الامارات. امارات ما عندنا ما نصدروهم، احنا ما عندنا ما نصدروه. تصدر لهم الغاز والبترول عندهم، تصدر لهم التمر عندهم، واش تصدر لهم؟ واش تصدر لهم؟ تصدر لهم الخرش والكابويا. يعني كي تقول نعاقبهم اقتصاديا، باه تعاقبهم واش راح دير لهم؟ واش راح دير لهم؟ اذا كي تدخل في حرب مع كشما واحد، تدخل معاه بحرب بذكاء، تدخل معاه بعقل، ما نبداش غير نطرش. دركا يجيني واحد يقول لي يا بن زديره اي بصح هما اللي يبداو بالشر يضل يديرونا في تشكك وكذا. هذه هايله. واش يديروا لك؟ يديرونا في تشكاك البيكورات، من يديروا بيكورات بيكورات بيكورات. هذا السن بالسن، العين بالعين، والبادي اظلم. هما اللي بداو، هما اللي بداو. دارونا تشكه نديرو تشكه، دار لي حبه بنان باش نزلق ندير له حبه بنان باش يزلق. واش دار؟ واش دار لي؟ يعني خلوهم هما اللي يبداو الظلم ماشي احنا. هما راهم يديروا في البيكورات نديروا بيكورات. وراه المشكل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، السؤال الاهم اللي طرحته انا اكثر من مره، هل استنفذت الجزائر حلولها الدبلوماسيه مع الامارات فيما يسمى بالازمه؟ انا نطرح سؤال، اعطوني ماذا فعلت الامارات حتى يخرج بن قرينه يتكلم ينتقد الامارات، ثم يخرج موراه تبون ينتقد الامارات. انا قلتها البارح وزيد نعاودها. تيار الاخوان يريد جر الجزائر الى مستنقع خطير، وهي مؤامره صهيونيه. انا نقولها لكم نعاودها لكم. الامارات صهيونيه. الامارات، انا نتكلم على الاداره الاماراتيه. الاداره الاماراتيه صهيونيه، والاداره التركيه صهيونيه، ولكن صهينة الاداره التركيه اخطر من الاداره الاماراتيه لاعتبارات تاريخيه، ولاعتبارات جغرافيه، ولاعتبارات اقتصاديه. تاريخيه من ساهمت في تأسيس الكيان الصهيوني والمحفل الصهيوني هي تركيا وليست الامارات. الامارات كانت ما زادتش. الامارات كانت ما زالت لم تكن مشروع دوله، لم تكن نطفه، ما كانش. لانه لما تأسست ما يسمى بالكيان الصهيوني اسرائيل، الامارات لم تكن موجوده. قبيله الشيخ زايد لم تكن موجوده، كان ما كانش قبيله خلاص، كانوا عباره عن بدو ناس يصرعوا بالجمال، ما كانش. اذا من ساهم في تأسيس الكيان الصهيوني هي تركيا، أردوغان، أتاتورك، وليست الإمارات. من يدعم الكيان الصهيوني إسرائيل بالأسلحة وبالحديد اللي يروح من وهران، الحديد هذا تاعنا تاع الجزائر تاع توصالي هذا يروح للترك ومن الترك لإسرائيل. هذه حقيقة لازم تعرفها يا الشعب الجزائري. 60% من الحديد الذي تستورده إسرائيل من العالم تستورده من تركيا، وهذا 60% حديد يأتي من الجزائر. الأتراك اللي راهم في الجزائر يبيعون الحديد لتركيا، مش يبيعون، يصدرون باطل. يروح باطل الحديد نتاعنا، يروح باطل لتركيا، ومن تركيا يروح لإسرائيل. هذه الحقيقة اللي لازم نقولوها. نعم، الرصاص اللي يقتلوا به إخواننا الفلسطينيين في غزة يروح من تركيا، وهو نحاس جزائري هربوه من الجزائر أو يدوه. أنا نعرف قصة تاع تهريب النحاس من الجزائر، اللي كابل تاع تليفون تاع تريسيت تاع النحاس، كاين عصابات على المستوى الوطني يجمعوا كميات كبيرة ويدوها الحدود تاع ليبيا ويهربوها ويدوها للترك. دي سيمي ريمورك، أطنان، دي كونتينر. سقسيو الجماعة اللي يخدموا في صونا الغاز يقول لكم كل سنة شركة صونا الغاز تتكبد خسائر بالملايير نتيجة سرقة كوابل
النحاس اللي هربوها لتركيا، ومن تركيا إلى إسرائيل يخدموا بها الرصاص ويقتلوا بها الفلسطينيين.